السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لحضراتكم، تحياتي لكل الأحرار والشرفاء، تحياتي لكل القابضين على كلمة الحق في زمن قل فيه الرجال وعز فيه أهل الحق. خبر اتنشر في أغلب الصحف المصرية، كان عنوانه إن وزارة التموين بلغت أو كلفت كل مديريات التموين على مستوى الجمهورية إنهم يحصلوا 5000 جنيه، ودول تحت بند رسوم لإعادة إعمار غزة. الحقيقة أنا بالنسبة لي الخبر طبيعي يعني طبيعي ان احنا يعني دول اشقائنا وتعرضوا لاباده جماعيه والفناء، حرب فناء وتجويع وحصار وتدمير وقصف وجوع، كل شيء تعرضوا له. فاحنا طبيعي ان احنا لما نسمع حاجه زي كده ما لاقيش حد عمال يسقف ويهلل ويقول ايوه اهو واحنا طيب. ده علشان نحط كل المفاهيم في مواضعها المظبوطه، يعني ما يجيش حد على حاجه طبيعيه يوهمك انه بيعمل في الجميله او بيعمل في غزه جميله. يلا خلينا ساكتين، مش مشكله. ده مش اقل حاجه، ده يعني ده احنا كده ما بنقدمش حاجه. ده يعني ايه؟ ده لو ما عندناش دم وضمير وشرف مش هنعمل كده. يعني احنا المفروض في حاجات تانية كانت اهم من كده بكتير علشان ما نوصلش لان احنا نلم 5000 جنيه ولا نكلف حد ان هو يعمل كده. كنا المفروض قدمناها من بدري، سواء مساعدات، سواء ادويه، سواء مستلزمات طبيه اغاثيه، سواء دعم من تحت لتحت. اي شيء من اشكال الدعم كان المفروض احنا نقدمه من سنه و4 شهور. ما علينا. الحقيقه بقى يعني انا بكلمك في ان الطبيعي ان ده يحصل، وان اي حد بيهلل ده اصلا يعني مغيب مش فاهم، او يعني بيحاول ان هو يخدم او يبيض وجه او يغسل وجه نظام شارك في الاباده وفي التجويع والحصار وتنصل وتقاعس وكان متخاذل عن دوره وانه يقف جنب الشقيقه المجروحه. طيب في بقى نوع تاني من البشر بيبقوا هم تحت المستوى انك انت تشوفه، بيبقوا حاجه اوطى من الموس على الارض. ودول مين بقى حضرتك؟ لان انا قريت الخبر بتمعن شويه، لقيت ان في مديريه، يعني احد مديريات التموين، مديريه بعينيها يعني في محافظه ما، بتشتكي بتقول والله انتوا بتاخدوا مننا ال 5000 جنيه ليه؟ وفي ناس هتتناولت الموضوع ده بقى ايه، اللي هم عارف قدام الطاغيه وقدام الفرعون وقدام الانظمه اللي بتحط شعبها تحت جزمتها، ما يقدرش يفتح بقه مع الانظمه دي ولا مع الحكومات دي ولا مع نوع الحاكم ده، حتى لو الحاكم ده يعني جاب شرف اهله قدامه وداس عليه، يعني او شرفه هو معدوم الشرف، بقول لك شرف يعني سيدات عيلته، ما يفتحش بقه. لكن لما يجي على الفلسطينيين الغلابه وعلى حق غزه واهل غزه وشعب غزه الغلابه اللي ملوش حد يقف جنبهم، اللي حرفيا يعني مقطوعين من شجره، لا هنا لسانهم يطول ونسمع لهم حس. ايه اللي حصل بقى؟ تناولوا احد الجرذان الفيران الزباله الاوطى من الموس على الارض. الخبر بيقول لك اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، وان احنا عندنا في مصر ناس فقيره، وعندنا في مصر ناس محتاجه، وعندنا في مصر ناس مش لاقيه تاكل. وانت فاكر يا روح والدتك او خالتك، شوف انت تحب مين فيهم، ان ربنا سبحانه وتعالى بعد خذلانك وبعد تطبيلك وبعد، مش هقول تطبيلك، على الاقل انك اخرس، شيطان اخرس، شفت كل اللي حصل في غزه وما نقحتش عليك كده يعني نخوتك، ونقح عليك شرفك وضميرك ورجولتك ان كنت راجل اصلا، او ان كنت عينه فيها رجوله اصلا. فكنت فاكر ان ربنا هيسيبك من غير ما تدوق ان ربك لبالمرصاد. ده انت تخليت عنه وهو بيقول لك انا بموت، قعدت تقول له بس يا وحش يا كخه يا اللي احمد موسى قال عليكم ان انتوا وحشين وبتقتلوا اخواتنا. هات لي دليل واحد. ده اللي هو مراد موافي نفسه نفى التهمه الوسخه دي، التهمه الحقيره دي نفاها عن اسود غزه. ما علينا. تعال بقى عشان اوريك ان احنا عايشين وسطنا عينه اوسخ واحقر من المستوطنين والمغتصبين والقطعان المحتله، او دول حاجه يعني ازبل وانجس والعن منهم. دول النوعيه اللي عايزين ياخدوا لقطه، يعني لقطجيه بقى، وبيتكلموا في عز ما كانت الموجه اللي لا يرحم امك. انت كلك على بعضك عرض بس يعني بفيونكه بشرطتين واحنا فاهمين. يعني انت عايز تاخد لقطه مصطنعه. لو راجل صحيح قول للحاكم والحكومه والنظام اللي بيبيع غازك يا روح امك، مش انت بتتكلم تقول اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع؟ تعالى بقى اوريك البيت ده خرج بره ايه، مش لغزه الجريحه، غزه المظلومه، غزه اللي تقاعس عن ان هو يدعمها اصلا ما ينفعش يكون بني ادم، مش راجل. في ناس يا روح امك باعوا غازك للكيان نفسه، ما فتحتش بقك ليه يا روح امك؟ في ناس انا اعرفهم وانت تعرفهم يا روح امك باعوا شرفك اللي هي ارضك جزرك، ما فتحتش بقك ليه وطلعت انيابك بره كده وكرمشت لهم قرطك يا روح امك يا اوطى من الموس على الارض. في ناس يا روح امك تنازلت عن ميه نيلك لاثيوبيا وللكيان، ما فتحتش بقك ليه يا روح خالتك او يا روح امك. في ناس هربت اثارك
اثارك، ودلوقتي معروضه في متحف اللوفر التقليدي التقليد اللي في دبي. ما فتحتش بقك ليه؟ افكرك بطياره زامبيا يا روح امك اللي نصها ذهب ونصها عمله صعبه، دولارات ويوروهات واسترليني طلعت قدام عينك يا روح امك يا اللي مستكتر على ناس مجروحه. تاخد لقطه يالا انت وهو، تاخد لقطه يا ابني. انتوا زباله، انتوا حاجه زباله والله العظيم. الزباله انضف منكم. بتاخدوا لقطه على قفا شعب مجروح، على قفا اخوك، على قفا مسلم زيك يا معفن. فتحت بقك انت في اي نقطه من النقط اللي انا قلتها دي، وقلت للي هرب بره وخرج بره وفرط وتنازل وارفص زي ما انت مقرفص، بس مش قادر تجيب سيره حد. مش قادر. هقول لك بقى، في ناس تقول لك اصل انت بره. ايوه يا روح امك، قادر انت كمان تقطع تذكره طيران؟ ما انت في ناس قادره ومقتدره. ما تطلع خد تذكره طيران واطلع قول كلمه الحق. ياك تزايد على حد دافع الضريبه مسبقا وكان في منصب وتف على المنصب لما المنصب ده استخدم في غير مرضاه الله ومرضاه ضميره وفي غير الصالح العام للوطن وللشعب. انما عايز تفتح بقك اتكلم كلمه حق. مش قادر؟ طب ما انا قبل ما اطلع اتكلمت في حدود اللي كنت اقدر اتكلم فيه قبل ما اخرج من مصر. مش قادر بقى انت؟ خلاص بقى قعدتك في مصر عجباك قوي في ظل الوضع الراهن او في اي دوله مطبعه، يبقى تحط بلغه في بقك وفي بق اللي خلفتك. مالكش دعوه بالرجاله اللي في اهل الرباط وفي ارض الرباط. مالكش دعوه بيهم، ما حدش يجيب سيرتهم، ما حدش يدخل في شانهم. طبعا هيرد عليا ناس دلوقتي تقول لي ايه ده؟ طب ما تقول لنفسك انت بتدخل قوي في الشان السوري. ايوه يا حبيبي اتدخل وما تدخلش ليه؟ هو اي حد بيفهمك ويوهمنا كلنا انه جاي لنصر دين الله وعباد المستضعفين، وانه مجاهد وانه مقاوم وانه جاي لنصره الاسلام، ويطلع متخاذل للقضيه اللي انتفض ليها الالوان بره في كل بقاع الارض، وعاوزني اسيب الناس دي واوطي زي ما الاعلام اللي انتوا بتحبوه موطي للموجه دي. انا ما بوطيش الموجه والله، لو اتقفل لي كل قنواتي والله، لو انا مت بس قابل ربنا بقلب سليم، اقابل ربي بقلب سليم. اي حد ما انضمش لمحور المقاومه وواجه العدو اللقيط اقسم بالله بستعنيه راجل، وفي نظري اوطى من الموس على الارض. واي حد هيزايد على اخواتنا الفلسطينيين سواء في الضفه او في غزه ملوش عندي غير الجزمه وعلى وشه وعلى وش اللي خلفته. اسلوبي مش هيتغير. احنا ما بنوزعش رجوله ببلاش. في عندنا حاجه اسمها ضريبه قصاد اني اقول عليك راجل. اللي دفع الضريبه دي يا اهلا وسهلا، ما دفعش الضريبه زي العامه. العامه ايه؟ لا عايز تاكل عيش، عايز تمشي حالها. بس انا واحد دفع الضريبه مسبقا وبعرف افرز كويس قوي مين الراجل ومين اللقطجي. المجتمع اصبح عايش على اللقطه، ما فيهوش اي حاجه حقيقيه، مسخ. حذاري حد يجيب سيره الرجاله. لو انت راجل شوف اللي باع وخرج من جوه لبره قدام عينك وما قدرتش تفتح بقك يا روح امك. اشوفكم ان شاء الله في لقاء جديد لو كنت من اهل الدنيا. واخر حاجه اقولها لكم، اياك تربي ابنك التربيه الوسخه بتاعت الدوله العميقه اللي عملها عبد الناصر. امشي جنب الحيطه الله ينتقم، الله لك عند الله ما تستحق، مطرح ما انت راقد يعني. خلى اغلب الرجاله شبه لا مؤاخذه نسوانها، شبه ستاتها، بل ستاتها ونسوانها ارجل منها. نقطه تانية مهمه جدا، اياك توطي الموجه موجه باطل عشان ترضي اهل الباطل. محدش هيرضى عنك الا اللي خلقك. وياك تعمل حساب الا لليوم اللي هتقف بيه او هتقف فيه بين ايد خالقك. كل دول مش هينفعوك، ولا اللي بيخدموا على الكيان باسلام مصطنع ودقن عيره، ولا الانظمه العسكريه شويه العساكر والانظمه الملكيه اللي بيفهموك ان هم دول الوطنيه. الاثنين اتزرعوا في المنطقه دي وفي الارض دي علشان الكيان يعدي، وهم يفضلوا مخلينك عبد عندهم. خريطه الطريق موجوده، ولا هكل ولا همل. احنا نجيب للياس احباط. لا اله الا الله.